ايه بس يا ما خلصنا حكي. لكان انا يا مدام مو انت اللي ناديتي لي وحبيتي تفضفضي لي؟ لك اختي مزبوط، ناديت لك وحبيت احكي، خلصنا نسيتي حالك وبلشتي تحكي شروي غروي. يلا روحي كملي شغلك وحضري لي السك، بدنا نروح على جنينه. ساك؟ وليش الساك؟ بركي لقينا هدول النسوانات الفلاحات، انا بحب اشتري منهم، بحب ساعدهم. لك يا حبي هذا اسمه التكافل الاجتماعي. حاضر حاضر. يلا ام الصوص روحي من وشي، لساتك واقفه. ايه وصوصنا كمان عن اخر هالزمان. لك ليش بتردي بوشي العمى؟ والله لعت قلبي. يا لطيف شو بتحكي؟ صباح الخير. صباح الخير. اهلا عصفورة بابا. شو هاد اللي معي؟ هدول الحليبات تبعاتك. ليش عذبتي حالك بابا؟ بهيجة وينها؟ بهيجة عم تشتغل بالمطبخ، بعدين انا حبيت اجيب لك اياهم بايدي وتصبح بهالوجه القمر. يسلموا يسلموا هالديات يسلموا. الله. صحة والف هنا. طمنيني شلونك اليوم؟ احسن؟ ايه الحمد لله منيحة، بس امبارح هيك انغصت شوي. لا لا بابا، ليش ما صحيتيني؟ مو مستاهلة حبيبي، شوية مغص وراحوا. ان شاء الله هلا احسن. هلا صرت كتير منيحة بابا، لا تشغل بالك، ما فيني شي. الحمد لله الحمد لله. يعني فينا هلا نروح مشوار شمة هوا؟ ايه بدها. انت ما بدك. طيب وموعدك بالقهوة؟ ملعون ابو القهوة. ليش بابا في شي؟ لا لا ما في شيء، بس عندي مشوار المساء اهم من نروح على القهوة. وبحر الاسبوع الجاي لازم اجمع الالبومات واقدمهم للجنة، ولازم نقي الالبومات المهمة من شان بوبهم منيح، وهذا بياخذ وقت كتير. بقى اذا بدك تروح تشمي الهوا من هلا قولي لي، اسمي فاضي، بعدين ما بقعد بفضلك ها. إلي كم منروح على جنينة. عجنيني عجنيني، على الاقل بنلاقي محل نقعد فيه. حاكم اليوم الجمعة والمحلات كلها مسكرة. طيب شو بتحب البس لك بابا؟ البسي اللي بدك اياه، شو بيخطر لبالك تلبسي البسي، بس بشرط ذاك الفستان الازرق لا تلبسيه الله يرضى عليكي. مو مشان شيء بابا، مو مشان شيء، هو كل شيء بيلبق لك، بس يعني قصدي يعني اذا بتخليه للمناسبات بيكون احسن. ليش نحن عنا مناسبات؟ وفي الحقيقه ما عنا، بس ممكن يصير عنا شو بعرفك يعني. على كل الاحوال انا راح اعمل دوش، وانت روحي غيري ثيابك، ماشي؟ حاضر. يلا. بعت لي حمى عليكي، والله تروقي. والله صار اعطيني صرع على هالخبريه من الصبح. تفضلي تقبريني. تفضلي حبيبتي تفضلي. ابن عمي قهوه الصباح حبيبي. لك الله لا يحرمني من هالضيات يا احلى بدوره بالبق. مو قدام الموضوع، ضروري تنيمني هلا بكب القهوه وخلص. ايه خير خير. تفضلي يا ست رندا احكي. شو بكي سكتي خجلتي يعني؟ لا تخجلي حبيبتي لا تخجلي، احكي الزلمه مثل ابوكي اخوكي. امبارح الساعة 2 بعد نص الليل بعت لي حمى ان شاء الله. صارت الساعة 2:30 والأفندي لسه ما شرف. ماشي يا رسلان.
يا استاذ رسلان، كمان ما بكفيني جايني بنص الليل، جايب لي جريمتك معك، ما هيك؟ فيق، قوم قوم لك رسلان، عم قلك فيق. عامل حالك نايم، ما هيك؟ يعني ما بدك تجاوبني؟ قلت لك قوم، بدي اعرف شو هاد. ما بدك تجاوب. طيب يا رسلان، انا رح اورجيك. وتركته وطلعت قاعد بالصالون وضليت ابكي لوجه الصبح. اهدي يا ست رندا، اهدي. معلش تركت كفي بكوتة بترتاح خطي مجلحم قلبها. يا حبيبتي شو مجلحم وترتاح؟ ما بدنا نسمع بقية القصة، لا هي ترتاح ونحن نرتاح، بدنا نقضيها بكيف؟ والله يا رؤوف دقيقة، خليها تكفي بكوتة المخلوقة. كفي تقبريني، كفي. انخعي ولا يهمك. الو، الشركة الدولية للاستثمارات. ثواني إذا تريد، خليك معي على الخط. الو أستاذ صفوان. ايوه يا سهير. السيد هشام معي على الخط. طيب اعطيني اياه. اوكي ثواني، هلا بحوله لعندك. الو، تفضل سيد هشام، الاستاذ صفوان معك على الخط. يلا. وينك يا هشام؟ طيب تعال عندي فورا. بعرف انه اليوم جمعة، بس في امور هامة لازم تتممها لاصحابها. انا بانتظارك. مع السلامة. على هوا بلادنا. الله. ام صوص، شو؟ ام صوص طلعي لهنيك. وين هنيك؟ لك لهنيك على الجسر. على الجسر؟ ايه شو؟ شفتي منو هذا؟ هذا لامع افندي. والله قلت لحالي ابو بسطون. ويلي معه مين؟ هي بنته الحلوة وداد، سبحان الذي خلقها مثل القمر، شوكة وبتخلف وردة. لك هي وداد. لك أي. هلا انت متاكده انه هي بنته وداد؟ يو طبعا متأكدة، أنا اللي متأكدة. سبحان الذي خلقها. لك ما تردي، عم اقول لك سبحان الذي خلقها. ايه عجبتك؟ لك شو عجبتني وما عجبتني، تاخذ العقل تتقطع إلهي تتنتف. شو حلوة، إن شاء الله بتموت على هالحلاوة. تعرفي رؤوف ما قال لي إنه حلوة بهالشكل، هي صغيرة كانت سنكوحة هيك وضفايرها مدري شلون، بس هلا سبحانك يا ربي، دخيل الله على هالجمال. شوفي هالنعومة، لك اطلعي اطلعي. بتطلع. ايه شو رأيك أم الصوص؟ أنا شو رأيي؟ عفوا قصدي أنت شو رأيك يا ست سهام؟
والله أنا شايفتها خرجوا وعلى 24 مال وجمال وعجينة. بقصد مثل العجينة، يعني كيف ما بدنا منقلبها. طلعي يبعت لقتلة شو حليان. شوفي اللون الأصفر شو لابق لها. قمر كني بتجنن. سبحان الذي خلقها. قولي عليك يبعت لعمة شو حليانة. ما كانت هيك وهي صغيرة، سنكوحة كتير كانوا. السلام عليكم. ايه تحسين؟ هلا تفضل شرف. كيفك؟ الحمد لله منيح. تفضل. شو شايفك لحالك؟ ايه والله لحالي، بالظاهر ماما وصبرية رايحين على جنين. تفضل. هيك تحسين؟ يلا. هدي البال يا ست رندا، والحمد لله على كل شيء. بس قولي لي ليش ضليتك تبكي للصبح؟ يا شلون ليش ابن عمي؟ قال ليش؟ وحده بتلاقي حمرة مو حيالله، حمرة على محرمة جوزها، بتقلها ليش عم تبكي؟ هي بدها تنفلت. مفهوم يا بدرية، مفهوم. المهم وبعدين يا ست رندا؟ أول ما طلع نهار حملت حالي وجيت لعند الست مدرية مشان أسألها شو ساوي. شفتيه لما انظهر الصبح؟ كيف هيك؟ كيف بتقلي؟ معقولة حط عيني بعينه بعد اللي عمله فيني؟ طولي بالك وهدي البال، المسألة بسيطة كثير يا ست رندا. شلون بسيطة يا ابن عمي؟ شلون بسيطة؟ انت شو بكي ليه هيك مرزقت عيونك عم تطلعي فيه بالورد؟ روقي شوي ولو اهدي. وانت يا ست رندا يطول عمرك هيك، هدي البال وخدينا بحلمك. اتفضل استاذ رؤوف. سألتيها لبدرية شو بدك تساوي؟ ايه سألتها وقالت لي. ايه طبعا سألتني وانا جاوبتها. كثير منيح. لكن بتحملي حالك عند بكرة الصبح وبتروحي على بيتك من غير ما ترد طبعا، وبتعملي اللي قالت لك عنه بدرية. انا قلت لها بدك تخربطي له حياته فوقاني تحتاني لهالمقوص وتبلبصي له عيونه بلبصه. هيك قلتي لها؟ ايه يعني اذا هي هيك قالت لك واذا انت مقتنعه يا ست رندا شو عليه؟ بس يا استاذ رؤوف انا كمان حابه اسمع انت رايك شو هو. تسمحي لي يا بدرية اتدخل بالموضوع؟ يو طبعا لازم تتدخل ابن عمي، شلون ما لازم تتدخل؟ مو انت المحامي؟ بعدين الجار للجار ابن عمي، ومن يعمل مثقال ذرة. انت متأكدة يا ست رندا انه هالحمرة مش حمرتك؟ شوف ليش انا بحط حمرة مثل هي؟ انا دايما بحط حمرة مني، هي حمرة. تسمحي لي شوي؟ تفضل. والله عم يطلع معه هالمقوص. بدكن تسمحوا لي ادرس الموضوع شوي. طبعا كيف كبار جيب لهم 2 شاي على حسابه. معناته اليوم اللعبة حامية. لك لكنه القبضاي فكري تحدى لامع افندي قدام الكل، والتحدي اليوم. حلو، هذا الحكي بيعني انه لامع افندي جاي اكيد. لكان اخي لكان لازم يجي، هذا تحدي ولامع افندي روح قلبه التحدي. شو حابب تشرب سيدي؟ اليوم على هالخبرية يا عبدو صار بدك كاسة شاي أكرك عجم وكبيرة. بتأمر ابو سمرة
ولكن الشاي على النار. استنى شوية. جيب لي شي جريدة أجنبية لأقراها. أجنبية؟ تصرف فيها. إيه على عيني. اهلين تحسين. اهلين فيك. عجبك شلون فورنا القهوة على الغاز وشقشقنا هنيك؟ اخي منيحة. انا بغياب ماما وصبرية ما بعرف اتصرف، فما تواخذني تطلع هلا حلوة خفيفة القهوة كذا. اخي من ايدك مثل العسل. زبط امورك. دوق هدول كثير طيب. يسلموك. اخي اسمع مني ولا تلعب هاللعبة، هيك بتضر حالك. انا ما عم بلعب. صفوان بيك بيستاهل. بعدين يعني ما تاخذني، انا ماما هيك شايفه انه هيك مناسب يعني. سيدي هذا الرجال حبك لانك انسان نظيف، وما بظن انه شغل هدايا وما هدايا. انت هيك فكرك؟ هيك فكري يا فكري. والله القهوة حلوة. مدام بسم الله الرحمن الرحيم. لك ليش هيك ما بتعرفي انه نشوي خفيف؟ عفوا مو قصدي، بس وين رحتي؟ لك رحت لبعيد، لك رحت لبعيد كثير، يا ريتك تركتيني هيك. اخ وين كنت؟ وبعدين بقى ابن عمي شو طلع معك؟ شو عم تكتشف الذرة؟ لا مش قصة ذرة، بس مشان ما نظلم حدا حبيبتي، اللون الأحمر هذا عادة بيستعملوه النسوان السمر. ها ما بك شيء ابن عمي، ما شاء الله حولك، هيئتك خبير بهيك مسائل. ايه لا، لأنه نسوان الشقر بيستعملوا الحمرة اللي لونها فاتح، السمر اللون العنابي. ايوه ايه اسألي إذا بدك رندا بتعرف. ايه وين؟ وليش ما تقول غامقة؟ ليش عم تقول عنابي؟ العنابي أجمل. هيك لك. اسألي ست رندا. يا ست بدرية، أستاذ رؤوف عم يحكي صح، هلا المهم أنا شو بدي ساوي؟ ما لازم تساوي شيء أبدا يا ست رندا. يو شو هالحكي يا رؤوف؟ معقولة؟ هلا روقي انت يا بدرية وخلينا نحكي مع الست رندا كلمتين على انفراد. شو؟ على انفراد؟ ايه كلك مفهومية، يعني يا اما بفوت انا والست رندا على الصالون الجواني نحكي كلمتين، يا اما حضرتك بتفوتي لجوا تتركينا نحكي كلمتين بهدوء. شو عليه ابن عمي شو عليه؟ أنا رح أفوت لجوا، خذوا راحتكم تقدروني. إذا ما قلت مثل ما أنا قلت لك لا تسمعي كلام مطلوب. يلا عن إذنكم. وهلا قولي لي يا ست رندا، لما انظهرتي من البيت الصبح زوجك كان بعده نايم؟ إيه وأكيد لهلا لساته نايم. لكن اسمعيني هلا منيح، ماشي الحال يا رؤوف، ماشي الحال، كل ما بيجينا حدا بيقردفني. وين هذا القصة؟ أصلاً هو ماله عرفان بخطة بدور الجهنمية،
وما بيعرف انه انا عم بعرف كل كبيره وصغيره. لكان يو ليش لحتى السماء ما راح السماء رندا رفيقتي تحكي لي كل شيء. نعمة رندا رفيقتي إلي، ليش لحتى هو يتبروز ويقعد وأنا أطلع؟ أحسن شي بساوي لهم كاستين عصير بسرعة وروح انزرع بيناتهم. هلا هذا اللي طلع معك يا استاذ رؤوف؟ والله انا هيدا رايي يا ست رندا، وما راح تخسري شيء اذا جربتي. جربي وما راح تخسري شيء. ايه بجرب، ليش ما حتى اجرب؟ بالاذن. الله معك يا ست رندا، تفضلي. بالاذن استاذ رؤوف. الله يخليكي، الله معك يا ست رندا. مين اجا؟ لا ما اجى، راح. مين راح؟ ست رندا. يا ليش راحت رندا؟ عملت لها عصير. ما عندها شيء بالبيت حبيبتي اهم من العصير. ايوه تعال اشرب عصير انت لكان. يلا. قلت لها؟ قلت لها. يعني اعطيتها رايك؟ اعطيتها رايي. ايه معناتها اكيد رايك كان مثل رايي. طبعا يا حياتي، ليش في مره بهالدنيا كلها بهالحياه كلها اختلفت انا وياكي بالراي؟ يا ارق مخلوقه بالدنيا حبيبي. انت حبيبي، معناتها هلا اكيد بتكون رح تسود له عيشته وتقلل من قيمته، ما هيك؟ تقريبا. هي اكيد رح تقطع راس القط من اول يوم مثل ما علمتها. راس القطه وانت السابقه، القطه. هلا احكي لي بصراحه ولا تقول لي خجل وما خجل. هو اذا بدك الصراحه في شويه خوف. ومن شو بقى الخوف؟ من تجربه فاشله طبعا، او قصه حب سخيفه. انا بطبعي ما بحب المفاجآت ولا التغييرات اللي بتحصل على غفله. ما بطيق شيء اسمه قرارات مرتجله. بصراحه ما بدي نحسب على الشباب يلي بيتخذوا قرارات سريعه وبيتراجعوا عنها بوقت اسرع. منيح كتير، بس لامتى راح تضل تحسبها؟ بعد كم شهر راح تفوت ب30. المهم اني ما اتسرع قد ما صار عمري، ولما بيجي الوقت رح اتزوج البنت اللي عم بستناها مثل ما قلت لماما. رجعنا لماما؟ ان شاء الله عم تستنى وحده مثل النموذج المرسوم بذهن ماما. لك لا طبعا، بس على القليله لازم تكون زوجة عاقله معدله حريصه على كل شيء. سبحان الله، الشيء المهم ما ذكرته. شو هو؟ الحب. الحب حلاوته بالقنطار. اي مو المهم تكون بالاول بتحبها وهي بتحبك قبل كل شيء. انا هلا عم بحكي عن شغلات تانية غير الحب. لا لا لا، هي ما حبيتها منك. شو هالحكي؟ الحب هو اساس كل شيء. هذا الحب، بس وينه؟ انت مصدق انه بقى في حب بهالايام؟ شو استاذ فكري؟ الظاهر مو حابب زمانك. لا حبيت، كان عمري 18 سنة وفشلت. من وقتها ما عاد فكرت بالموضوع. قررت ما سلم قلبي لأي بنت بسهولة. وهلأ بعد ما صار عمري هالعمر تعرضت لهذا الإشكال مع السيد لامع أفندي. قصدك وداد بنت لامع أفندي؟ وداد بنت لامع أفندي، بس مشكلة مو هيك؟ خسارة مهولة، خسارة كبيرة. ليش ما بده إياها فكري؟ ليش؟ يا ريته كان معنا وشافها، كان جن فيها. لا بعيد الشر، مو جن بس يعني كانت عجبته. أكيد. ايه لا كانت عجبته. يا على قامتها شو حلو. إن شاء الله تموت. شوفي شعراتها.
وداد، عصفورتي. نعم بابا. يلا بابا يلا، خلينا نغير المطرح او نروح احسن. يلا بابا. قومي قومي، خلينا نحن نمشي كمان. قومي. والخضرة والفواكه ما لك نشتريهم. ما بدي خضرة وما بدي فواكه. ليش ابني ما عجبته؟ ليش؟ امشي. تضرب القعدة ويضربوا البطاط وتضربها جنين ويضرب الهوا كمان. تعي. قتلوا أخدها وراح. امشي. يلا امشي مثل ما بدك امشي. لك ابو سمراء خيلتني مو على اساس كنت قاعد هني. يا عبدو لازم تفهم انه انا ما بقدر اقعد بمكان واحد اكثر من زمن معين مشان سمعتي واخلاقي. ها تفضل. بدي اسالك سؤال. شو؟ هلا هذا لامع افندي ماله قرايبين هم مثلا؟ على حد علمي لا، بس بيقولوا له قرايبين باللاكية بيزوروا كل 2-3 مرة. ليش عم تسأل؟ يعني عم اقول لحالي انه لامع افندي مبين عليه ابن عيلة كبيرة وإلى وزنه، هيك باين عليه. لكن اخي لكن لامع افندي شغلة كبيرة. مين متوقع يا عبدو يا حزرك يا بزرك انه بده يغلب الليلة؟ اكيد هو. طيب بتراهني انه بده ينغلب هو؟ من شو لشو؟ يلي بدك ياه. من 100 ورقة ل 100 ورقة. انا موافق، ايدك على 100 ورقة. لشو؟ لانك رح تخسرها. ليش رح تجي الليلة؟ يمكن ما اقدر يا عبدو، لاني طالع مع البابا على العزبة بالضيعة بتاعتنا عشان عمتي انكل تعبانة شوية. سلامتك. امه حازم. عبدو دغري عم تاخد وشها علي وما عم ترجع. هاي الحركات بتكلفك لبقى تندلق. انا بدي امشي لانه عندي شغل بالمكتب. الله معك. وكاسة الشاي لا تسجلها لاني ما شربتها، بعرفك ايدك خضرة. ايه مع السلامة. ارتزقنا من وراك. الله معك. مع السلامة. طال عمرك يا اخوي، طال عمرك. وين الشاي يا اخوي؟ عمرك ابو يوسف. ايوه خلاص اهدى. ايه كل محل مع حسابك. شو قال؟ على حسابك ولا على حسابها؟ حرام، بعدين بنفلج. وأنا لازم نفذ تعليمات الأستاذ
رسلان رسلان حبيبي. رسلان اهلين وندا. صباح الخير. لك احلى صباح. تفضل ابن عمي. شو هاك؟ هاي القهوة اللي بتحبها من بين ايدين رميشتك. تسلياتك يا بعد عمر. الله يسلمك. بس ما هي بالعادة تجيبينا لهون. ما حبيت تعب حالك ابن عمي، وهي دقيقتين بس تخلص، بتقوم بتغسل لي وشك وبتلبس ثيابك، بيكون الفطور جاهز. يلا حبيبي عن اذنك. هلا هيك قلت لك ساوي؟ هيدي الخطوة الأولانية. أنا خطوة هي، أنا خطوة، في وحدة بتكافي جوزها على خيانته، وهذا حل بنظرك؟ أعطيني خبزة. لك يا حبيبتي أنا ما عم بقول إنه هيدا الحل، أنا عم بقول هيدا نص الحل، الخطوة الأولانية، وأنا هذا رأيي. هذا رأيي، على عمي رأيك من رأيي، ليش أنا بخالفك يا بنت عمي؟ شو بتكون استفادت هلا المرأة؟ تكون استفادت حكمة. الزوج العاقل يا بدرية لازم تعرف كيف تداوي أمورها وتعالج زوجها بالصبر والحكمة وشوية تضحية. بالله شو؟ لا ظريف، ظريف كثير ابن عمي، هو يخونها بالليل وهي تقدم له قهوة الصباح. وعشاء المساء أيضا. كمان خذيت العين على هالحل. يا بدرية لا تتسرعي بحكمك. يا ابن عمي الشغلة وضحت وانكشفت، ما بقى في محل لا للصبر ولا للتضحية ولا للتفكير. تأكدي يا بدرية إنه ما في زوجة اعتمدت هالعناصر الثلاثة بحياتها إلا وكسبت المعركة بالآخر. ايه غلط، وغلط كبير كمان. اسمح لي اقول لك يا ابن عمي انه انت اللي عم تفكر فيه غلط. انا برأيي انه لازم تقصف له عمره. وشلون برأيك بدها تقصف عمره؟ ما بعرف، بس لازم تقصف له عمره. خلينا ننتظر الليلة وبكرة، وبعد بكرة بتعطيني رأيك. ماشي، رح انتظر الليلة وبكرة، واكيد بعد بكرة رح تقصف له عمره. شو صفان بيه؟ شايفك عم تفكر. المسألة ما محتاجة تفكير أبدا. تفضل تفضل. استاذ هشام تفضل. شكرا. تفضل يا صفوان بيه. يسلم. ايه هشام، وضحت المسألة بذهنك؟ واضحة منيح صفوان بيه. خذ هدول لكان وتوصلهم، بعدين بنشوف شلون بنرتب المسألة بشكل أفضل. ولا يهمك صفوان بيه، اعتبرهم وصلوا. بس الله يرضى عليك هذا الموضوع بضل بيناتنا. ولو صفوان بيه أقل منا يعني؟ هو بيتيسر هلا وبتخبرني شو بصير معك أول بأول. تؤمر صفوان. على إذنك. الله معك. لك شو صار لك؟ لك شو صار لك؟ ليش وقفت؟ يا اخي سقت الليل باول وبعدين على شو مستعجل؟ انا تعبت، صار معي تلف بالاعصاب ومفاصلي عم بيوجعوني. يعني انا احسن، ما انا مالي هالكان كرمالك، هلكتني، صار له جمعتين بياخذنا وبيجيبنا، حاجه تعذبني انت وياه. انا عم عذبك، انا ايش دخلني؟ ايش دخلني؟ انت معذبني، تبعتني لك سنين، تبعتني انا تعبت. خلصني، بدنا نروح نقضيها ونرجع على السرير، امشي. ليك بشرط واحد. ها شو؟ لن نرجع الى العنف. لك ما في عنف بنوب، بس انا ما بدي اذبحهم، بس اذا احتاج الامر ولقيناهم صحنانين بجوز نضطر نهددهم شوي مشان ما شغلنا. ترهيب وترغيب. لك ترهيب وبس على الحل، منقضي شغلتنا وعلى السريع. الحقني من هون. لك من هون، هديك غير هي.
لو بعرف انه لامع افندي ما راح يجي كنت رحت لعند رفيقي تحسين. الحقيقة هو يا عمو فاجأني باعتذاره قبل ما تيجي انت بشوي. بعدين يا عمو فكري ولو نحن ما بنستاهل تقعد معنا شوي لنكون مؤدي المقام استاذ فكري. استغفر الله عمو رؤوف، شو هالحكي؟ بالعكس حضرتك بتعرف قديش بيشرفني وبيسعدني اني اقعد معك ومع الاستاذ مسعد. انا كان قصدي انه عندي موعد مع صديق، وبتعرفني بالعاده ما بحب اتخلف عن المواعيد. ما صار شيء. هلا بنطلب لك ظهورات بتشربها والتليفون بالقهوه، بتلفن لصديقك وبتقول له انك جاي لعنده. لا ما في ضروره للهاتف، اكيد رح يضل عم يستناني. حلو بقى، افردها وفك لي العقده. عاد لكن خلينا مبسوطين فيك شوي، واذا طالع عبالك تلعب دق طاوله انا جاهز. الحقيقه ما عاد عندي رغبه للعب. ها معناتها حابب نحكي. طيب اسمعوا اخر نكته. روق يا ابو السعف روق، ما بدنا نكت هلا. شو قلت فكري؟ بشو؟ ولو بالشي اللي شاغل بالك من ساعة ما فت على القهوة وأنا حاسس إنه في بتمك كلام. لا بس بدون بس وبدون إحراج، الأستاذ مسعف منه غريب، صديقنا، بيسمح لي ب5 دقايق بالإذن خي مسعف. إيه؟ إذنك معك ولو؟ يلا عن إذنك ولو تفضلوا أهلا وسهلا. ما تاخذنا إذن. ما في مشكلة، أهلا وسهلا. قال مسعف مو غريب، قال ما غريب إلا الشيطان. السلام عليكم. الله 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 الله، شو هاد؟ مسوي حفلة اليوم؟ عازمة حدا اليوم؟ يا بنتي صيح صيح. يا سلام يا سلام يا سلام. شو هاد يا غندة؟ غندة جد احكي لي شو عم بيصير؟ ما عم يصير شيء، انت بتستاهل اكثر من هيك. هي بس غندة الحقيقة انا خلص ما بتحكي ولا كلمة. هلا بتقوم بتبدل اوعي ودقيقتين وبيكون العشاء جاهز. يا احلى جوز بالمكدوس. راسي سمراء. شو بتصاري سهرانين؟ لا هاي غرفة مكتبه وبالعادة ما بيسهروا فيها. ليكون هو؟ لا 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 لا، ولا هو مو معقول يكون هون لهلا، اكيد راح على القهوة. طيب بلكي غير رأيه. لا ما غير رأيه، انا بعرف ما بيغير رأيه، انت لا تحمل حالك فهيم. اليوم في لعبة تحدي هيك أكد لي عبدو وقال لي في شرط على 100 ورقة. لكن شو القصة؟ ما بعرف. وينها ما يفعلك. شو قرب، خلينا نستطلع أحسن. روح استطلع نتأكد قدام.